السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نعمل مقارنة بسيطة لكن مهمة جدا بين تربية البط والدجاج، وراح تتفاجئوا لما تعرفوا أنه البط ممكن يكون خيار استثماري ذكي ومربح جدا، رغم أن أغلب الناس تركز فقط على الدجاج. فخلونا نبدأ. الأصفر، أولا المناعة والتحمل. الدجاج معروف أنه حساس جدا، وأي تغيير بسيط في الجو أو النظافة ممكن يسبب له أمراض خطيرة، بينما البط يعتبر من أكثر الطيور تحملاً، ما يتأثر بسهولة بالبرد أو الحر، ونادراً ما يمرض، وهذا يقلل عليك التكاليف البيطرية والأدوية. ثانياً، نوعية الغذاء. الدجاج يحتاج لعلف خاص ومكلف، خصوصاً إذا كنت تبغى نمو سريع وجودة لحوم، لكن البط يأكل أي شيء تقريباً، بقايا الخضر، الحشائش، الحبوب الرخيصة، وحتى الحشرات، يعني تكلفة التغذية فيه أقل بكتير. ثالثاً، الوزن والنمو. البط يوصل لوزن كبير خلال وقت قصير، بعض الأنواع توصل إلى 1.5 كيلو إلى 3.5 كيلو خلال أقل من 10 أسابيع، بينما الدجاج خصوصاً البلدي نموه أبطأ ووزنه أقل، يعني في البط عندك لحم أكثر وربح أعلى. رابعاً، الطلب في السوق. صحيح إن لحم الدجاج منتشر أكثر، لكن لحم البط مطلوب بقوة في مطاعم معينة، الفنادق، وحتى في التصدير الخارجي. يعني إذا اشتغلتي صح تقدر تستهدف السوق في منافسة أقل وربح أعلى. خامساً، البيئة والتنظيف. كثير ناس يقولون إن البط وسخ، صح، لكنه يعيش في بيئة مائية، ومع شوية تنظيم تقدر تخليه ينظف نفسه بنفسه، خاصة إذا وفرت له بركة أو مجرى بسيط. وفوق هذا، مخلفات البط تعتبر سماد عضوي ممتاز. الخلاصة، إذا كنت تفكر تبدأ مشروع تربية، لا تتسرع وتروح للدجاج بس لأنه مشهور. البط مشروع ذكي، اقتصادي، ومربح أكثر على المدى الطويل، لكن كثير من الناس يغفلون عنه. إذا حاب نعمل فيديو ثاني عن أنواع البط الأكثر ربحا أو كيف تبدأ خطوة بخطوة، اكتب لي في التعليقات، ولا تنسى تدعمني بلايك واشتراك، وشوفكم في الفيديو الجاي.